على فكره تم استدعاء للمنتخب البرازيلي. نعم الاول تشيركي اللاعب الشاب بينما طلاقه والارضيه لك على الجهه اليمنى. كان في الانتظار لحسم الامور في الدقائق القليله القادمه وانتظار القمه. تحدي رائع منك يا انطوني لوبيز امام الدخول كذلك بالعمري. لا ننسى دوره الدفاعي. الكره لليل وفي البيير موروا وامام فريق لا يرحم قلب في هذه الجوله الثانيه امام انظاري برازيلي. الاولمبيك ليوني مرفوعه ديال الكره. تسديداته معظمها كانت مؤطره. لاعب بامبا يرفع كره. بامبا رائع يا بالعمري، رائع يا بالعمري، رائع يا بالعمري. هنا صرامه وهنا جرأه وهنا كذلك الصمود من طرف اللاعب بالعمري. اعتقد بان دورك رائع جدا في هذه المباراه. ماس لمن يلمس يلعب كره ويحشي ضغط. لا العكس لنهايه المواجهه. ليل فريق وحيد نتابعه في هذا الشوط هو نادي ليل. اكثر من الاستحواذ على الكره واكثر من سدد على المرمى واكثر من خلق الفرص. بالعمري في دور البطوله يقطع هذه الكره كما انت رايا كما انت نعطوناك على الجهه اليمنى. رائع يا بالعمري. ارقامك تؤكد ذلك في هذه المباراه. في الثنائيات يتفوق اللاعب بالعمري بنسبه مئويه كبيره وكبيره جدا. مره اخرى تمشي كرة هنا. اوه يا بالعمري يا بالعمري. شابو يا بالعمري. شابو بالفرنسية. وهذا التفوق الرائع. الكرة لبامبا. بامبا العرضية. بامبا والحكم يصفر خطأ بالفعل. ارتكبوا غلطة في حق اللاعب بالعمري. سلامات سلامات يا بالعمري. نعم نرفع لك القبة على هذا الأداء البطولي. لو نسأل عن أبطال هذه المباراة نعم سأقول لكم من دون تردد أنطوني لوبيز وكذلك بالعمري. لماذا قلت أنطوني لوبيز؟ لأنه لعب 90 دقيقة معنا أنه تألق في الشوط الأول والثاني وبدرجة والممر والشارع في الدفاعات. الكرة في العمق هذه 1-2 وفرصة فرصة وعرضية وبالعمري. يمر الكرة هناك على الجهة اليمنى. العرضية وبالعمري من جديد. وبالعمري إذا لم تحدث المفاجأة سيكون أساسيا في قادم الموعد. والمتابعة بتسديده وبالعمري رائع. برج المراقبة الحقيقي وبالعمري. برج المراقبة الدفاعي. العمري طبعا هو لاعب خبير وعنده مسار طويل وعنده خبرة. رينيلدو بالعمري